صحيح أن هذه القمة المؤجلة جمعت بين فريقين هما الأكثر تتويجا بدرع البطولة، لكن الوداد بمدربه بينيتو فلورو لم يعكس قيمته فوق بساط صال وجال فيه العساكر بفكر ومنهجية قائدهم الجديد رشيد الطوسي. صلاح الدين عقال كشف بانسلاله وتوقيعه الهدف الأول للجيش في الدقيقة 19 أن دفاع الوداد يحتاج لتغيير جذري. دقيقتان بعد ذلك حاول يوسف القديوي أن يتفنن في تعزيز النتيجة من نقطة جزاء، لكنه أضاع فرصة تعميق جراح أصدقاء الأمس. اللاعبين أظن بأنه أصبحوا كفريق متكامل، فريق متجانس، فريق متناغم، وفريق كعائلة وحده، وهذا الشيء ماشي بالسهل، لأن هذه مدة شهرين ونص وحنا كنشتغلوا. وأظن بأنه المعايير اللي كانت ديال انتقاء اللاعبين واللي جبتهم كتجلى فيهم جانب بعد يعني الفني والجانب التقني، ولكن الجانب الاخلاقي والجانب ديال بناء الروح ديال حمل قميص فريق كبير وفريق جيش الملكي. النجم الأمسي صلاح الدين عقال الذي أمضى 7 سنوات من الاحتراف بالمملكة العربية السعودية أمن فوز العسكريين بهدف ثان مطلع الشوط الثاني بربع ساعة. احنا الحمد لله استغلينا نقطة الضعف ديالو، كان مرهق مع كوب دافريك، والحمد لله ضغطنا على الدفاع ديالو، استطعنا باش نسجلوا وحافظنا، ضيعنا ضربة جزاء. ادينا واحد المقابله في المستوى، فضيعنا عده فرص، فهاد الشيء نتيجه على عدم التركيز. فتنتمنى من الله في المقابلات الجايه نكونوا في المستوى باش نرضيو جمهور فريق الوداد البيضاء. بهدفين نظيفين مع الرأفة اكتفى الجيش الذي لم يقسو مهاجموه على دفاع كاد يتسبب في هزيمة ثقيلة لوداد أصبح مردودها يقلق أنصاره.